اهلا ومرحبا بكم في تحدي ضحك جديد. قبل ما نبدا، رمضان كريم يا جماعه، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. انا متفائل يا جماعه بتحدي الضحك اللي هو بتاع النهارده، حاسس ان هو هيكون دسم. ده كانه انا شعور حضرتك وانت بتبكي الناس من كل قلبهم. الحقيقة بيبقى شعوري في منتهى السعادة. استاذة امينة، ايه بيبقى شعور حضرتك؟ يعني مثلا لو انا زعلت حد يعني ابقى انا سعيد؟ طب تيجي ازاي دي يا جماعه؟ يعني انا احزن شخص اكون سعيد؟ طب لو انا فرحت شخص اكون حزين؟ ايه التناقض في كده؟ مش فاهم يعني ليه انا اكون سعيد لما انا ازعل شخص مثلا؟ لو انا واكل عليه فلوس هبقى سعيد. ايه البنت دي هتجيبها صح، هتكسر السقف يا بنت اللذينه، يخرب بيتك اقسم بالله. حوله يا جماعه، مش عارفه يمينها من شمالها، اصلا مش عارفه شايفه قدامها ولا وراها. يا نهار اسود. ايه الشعر ده؟ ايه الشعر؟ لو سمحت شعرك يوسف يا جماعه يا نهار اسود. احلى حاجه فيها يا جماعه الصراحه ان هي بتنضف وهي ماشيه، الشعر بتاعها بيكون ماسح الارض بالتراب والامل والعفانه ويجمع كله في شعرها ما شاء الله، عشان كده الشعر بيتقرف ويطول. ايه المنطق يا جماعه في كده؟ ايه الغريب في كده؟ ماشي اوكي، هيشقلب ولا ايه؟ اي في انا مش عارف يعني، في حاجات حصلت كتير انا ما استوعبتهاش اصلا. حتى في الفنانه بتاعته وراح جاي منتقل هناك. نايس والله الافكت، والله عنده القدره اللي هو بينتقل من مكان لمكان، بس لازم المكان التاني يكون فيه ريحته. والله عايش انا بدون سبب. اقسم بالله دي بتحصل يا جماعه. يعني مثلا لو انا جبت الازازه ديت وغمضت عين كده الازازه ما بتتحركش يا جدعان. ثواني كده، بص حط صباعي عشان ما اتحرك، تتحرك حركه بسيطه بس بسيطه. طب انا كده سليم انا ولا كده في حاجه غلط؟ مش عارف الصراحه. عادي انا تمام. واحد بيسب. يا نهار اسود، ده مات، ده قاعد يتحدف عليه. ربي يخرب بيت قوه اللي شال وراح جاي حد. في هاي جبتها من البحر. ماشي. معقول هاي خريه؟ قالوا يا جماعه سعيد تكون خري، يعني واحد كان عاملها في البحر. بس يا جماعه لو هي في البحر مش المفروض ان هي تكون يعني طريه، لانها بتشرب من الميه، والمفروض اصلا تندمج مع الميه. بس ازاي ناشف؟ رب تقريبا اللي عملها ما كانش بيشرب ميه خالص، نزلت حته الصخره. ام خالد نايس. ولا دي ام خالد ولا مين؟ والله شكلها يا جدعان انا مش عارفها الصراحه. حفامك جوزي مات. جوزي مات تتفرجوا عليا. معلش توني خليفه. جوزي مات. توني خليفه مين؟ ده ضايع. مين ده سعيد؟ انا بقدر اطلع من غير مكياج لحد دلوقتي مش عارفين. يا نهار اسود، يخرب لي الكسف ده. بيقول لي انت مين؟ احنا مين؟ انت ايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ زي يا نهار اسوخ. لو ده يا جماعه ده يد الواحد اقسم بالله يعني بصوا مش هيلحق اصلا على طول. الحوار خلص. والله العظيم البنات هنا في الكليه بقت حاجه في قله الذوق. يعني انا شايفك بتعيطي وداخل اديكي منديل، ما تقولش بقى الزوم بقى انت مين ودخلت عليها الحمام ازاي؟ ده الاخر بتاع حد. والله يا جماعه ضايع. بصوا مناخيره تقريبا شارب حاجه. وانت تخش كده في اي حاجه انت اصلا ضايع. لحظه، انت عرفت ازاي اصلا ان في واحده بتعيط جوه؟ ها؟ رجعت من الخدمه وما لقيتش الحاجه بتاعتي في العنبر. صاحبي سواج هو بيحكي لي ايه اللي حصل. تنمر يعني كده عشان اهل سواج ما بيعرفوش يتكلموا. اهل سواج فوق اي حد يا جدعان. يا رجلي يا عمالين تاكلوا يجي ساعتين ونص. يا رجلي وده بيقول لها انا عايز سندوتش زياده ولا خاف من الكلاب؟ دي ام وابنها بتقول له بتخاف من الكلاب؟ ما بتخافش. ونعم الام يا جدعان، تربيه الام واجب ولازم تطلع ابنها 10/10. والله بتربي ابنها ان هو يكون شجاع، فدي عاش الصراحه. بصوا بعض كده
ابنك يا حاج، ابنك نسيت ابنك، يا لهوي. فنان اقسم بالله، لعيب يا جدعان والله. لو ده بيلعب في نادي حلو كان هيوصل، هيبقى احسن من محمد صلاح. انت بس واحده انت بس واحده انت حبيبي حاجه رب الشكل عايز انت بس. ما عنديش مشكله مع الراجل، ف صوتك وحش قوي الصراحه، ما تغنيش تاني. مقلب ايد وسخه، ماشي تمام. بس الموبايل بيضرب، بس تجيبه لي لما تطلعه ولا تصوره في داهيه. يا عم بس المقلب ده كان جامد يا جماعه، اتفرجت عليه زمان بس نسيت. الموبايل بس او ايدك صح هيطلع الموبايل. معقوله؟ اه والله انت وشك حلو عليا. ايوه خلص عشان انا عندي شغل. ايوه يا حبيبي. في ايه؟ يا عم يلا جيب لك خشبه وتحطها. خشب وتحطها. انت بتقول ايه؟ سؤالك ايه؟ عادل امام. سمير صبري. ماشي. اشمعنى؟ يعني هو مدي على سمير صبري كده. سمير صبري والله انت احو. سكر. يعني هو مدي على سمير صبري كده. لا ده سوسن. والله عنده عقل اللي كاتب. جماعه انا هتصل واقول له ان ده عادل امام. بص هي ارقام موجوده اصلا، تمام. وفي 4000 جنيه، نايس والله، مسابقه حلوه الصراحه. الرقم الذي طلبته غير صحيح، يرجى التأكد من الرقم وإعادة المحاولة. طب ثواني كده، مصر محمول، نتصل على 2200. تمام البرنامج خلص يا جدعان. يا لهوي كنت عايز اكسب. الظروف يا جدعان، للاسف يا جدعان بقى نعوضها في برنامج جديد. تعالى يا جماعه كروان مشاكل زي اخوك انت جنبه كده صح كده. الدنيا دخلت في بعضها. انا بحسب ده وزدي، فدي قالت ده زي اخوي. بصوا يا جماعه، امي مش راضيه تديني حته، وكل ما اخد بصي ماما تفسى وتقول لي كل بصي ده محتل الطبق كله. أحلى لحمة وأحلى سمين من عند بيتنا في عبدون. بص عاوز ياكل يا جدعان، الراجل جعان والله. محتل الطبق يا لهوي. أحلى فطار فطرته النهارده، أحلى من البيت. فين حقوق الاطفال دلوقتي؟ بس عادي يا جماعه، اكيد بتهزر يعني. في واحد عندنا في الشارع شبهك من كتر حلاوته هموت واحضنه اكنه انت. يا نهوي. طب والنبي وانا مفيش حاجه عننا، بدل ما انا بحضن في مخدتي ليل ونهار كده ما بعملش حاجه غير ان انا بحضن في المخده. ده يا بخته. على كده كل واحد شبهي ان توان بتحضنه. يا نهوي. طب وانا يا جماعه في رمضان فمش هقدر اتكلم على اي حد. في التعليقات كده انت عسل، يا بخت اللي هترتبط بيك. دي واحده من تأمر اد هتبوس ام احمد. بيت كرنج يا جدعان، كرنج. الحمد لله يا جماعه اللي انا قصدي مش فاطر اصلا في رمضان، قصدي اللي انا يعني فطرت زي بيت البشر وبسجل دلوقتي، عشان انا صيام مش هينفع اصلا اسجل فيديوهات دي. اتفرجوا على جاكي شان. جاكي شان انا ابيض واسود مش الوان، بتكلم مصري وهندي. وحد لعب اكس او على وشه. ومش انت لما بتشتم وكده احنا بنزعلك ونقول لك ما ينفعش تشتم؟ ماشي. دلوقتي انا هسيبك. الترند ده يا لا لسه موجود. كاترين السلع اللي وراه. لا هسيبك تقول اي شتيمه تيجي على بالك، ماشي؟ ومش هنعاقبك عليها. ايه؟ اي شتيمه مش هنعاقبك عليها، ومش هنقول لمامتك ولا هنقول لباباك. اصخر. لا منتج يا بابا. توزيع الورث في الفيوم. فراخ يعني تقصد يعني ان هم بتوع كتاكيت وكده. ما تضحكش. ربنا السلاح يا جدعان، اقسم بالله السلاح جامد يا لهوي. رب الفكره جامده قوي. انا معايا جناح فرخه دلوقتي كنت عملته، بس اخر جناح انا واكله. واحد بيلعب ضغط. بجاسمين ده علاقه دي ولا دي؟ بيشتغل عشان نجيب لك فلوس؟ ما ينفعش يا جدعان، ما ينفعش. جبت فلوس معاك؟ هقبض على نص الاسبوع ان شاء الله. ده فيلم ده بجد؟ معاك 200 جنيه امشي بهم حالي بس لحد اخر الاسبوع. تاني فلوس؟ يعني انت غايب بقالك شهر معرفش عنك حاجه وجاي بتتطوح وجاي عايز فلوس؟ ده انت باكس قوي يا اخي. غور بقى، مش عايز اشوف وشك تاني. ما ينفعش يا ابو جاسمين، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش صدقيني. لو ينفع نمشيها عادي، بس ده ما ينفعش خلاص. لا استحالة ده ينفع. هلو نيجا. عامل زي احمد. ما تتكلمش.
لا ما تتكلمش معاه. انت بتعمل ايه؟ بنصور. بتعمل ايه يا باشا؟ بصور. يا عم انت بتعمل ايه؟ بصور. ده اللي انا شفته. انت مين يا عم؟ بصور. ده نيجي. ايوه وبعدين يعني انت مين الاول؟ يا جماعه اي حاجه بقولها في الفيديو ده هزار، عشان انا الموضوع ما يقلبش كده عليا، لان انا اول الموضوع بهزار يا جماعه، فدي هزار، مش اي حاجه اقولها في الفيديو، يعني انتوا فاهمين قصدي تمام؟ اي حاجه هنا بتحصل ملهاش علاقه بالواقع. يلا يا اسلام، عاش، عايزك تعمل لي هاند ستاند. يلا بالراحه. بص لو النضاره مضايقاك هات النضاره. يلا يا اسلام تقدر والله يا اسلام. يلا بسم الله. انا بحس السما هيجيب. اسلام ضرب غطس. اوه حلاق بيحلق ونام. ماشي. ما اعرفش يا جماعه ليه صحيح لما مثلا ما الواحد يروح يحلق ويقعد على كرسي الحلاق زي ما يكون في منوم، ما تعرفش، تحس ان انت عاوز تنام باي طريقه. اي والله حاجه غريبه والله. الكرسي ده زي ما يكون احسن كرسي في العالم بتستريح عليه، بس كرسي الحلاق. عشان تنام تاني. بس يا جماعه اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو او تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وبس. سيرفر الديسكورد تحت لو عايزين تبعتوا فيديوهات بتضحك. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.